الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. يا حبايبي هوريكم النهارده طريقه فراخ هتعجبكم وهتبقى جديده وان شاء الله هتحبوها. يلا بقى، اللي لسه ما اشتركش في القناه بقى ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسونيش في اللايك عشان ترفعوا الفيديو. ويلا بينا نبدأ مع بعضينا، ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نبدأ. بصوا يا حبايبي، احنا هناخد الفراخ الاول. قطعناها صغيره، وريها لهم كده. انا عند مامتي واحنا بنعملها انا واختي. قطعنا الفراخ حتت صغيره كده، مش زي الشاورما عشان الشاورما بتبقى اصغر وبتبقى يعني بتبقى حتت حلوه كده. تمام. احنا جبنا هنا دقيق ونشا، حطيناهم على بعض، وبناخد الفراخ نحطها عليهم، وبعد كده بنحطها بقى في طبق لوحديها. شايفين؟ احنا هنخلص بقى الكمية ديت وبعد كده هدخل على الخطوة اللي بعديها اوريها لكم. بصوا يا حبايب قلبي، احنا كده اهو خلصناها، تبلناها كلها. ونسيت اقول لكم بس هي اول خطوة علشان خاطر احنا بنتبل الفراخ قبل ما بنحطها في الدقيق والنشا. ولو مش هتتبل الفراخ في بصل وطماطم وزي تتبيل البانيه عادي، ما هي دي صدور فراخ اساسا. لو مش هتتبليها ممكن تعمليها بس الملح والفلفل الاسود وخلاص. تمام. فانا كده خلصت هنا، تبلت الفراخ الاول وبعد كده حطيتها في النشا والدقيق وخلصتها اهو. تمام. طبعا انتم مستغربين اللون الرخامه مش زي عندي، علشان انا زي ما قلت لكم في الاول ان انا عند ماما، فانا بعمل انا واختي اهو في المطبخ. بس هوريكم بقى الخطوه التانية هنعمل فيها ايه. بصوا يا حبايبي، احنا كده ندخل على الخطوه اللي بعديها. احنا جبنا زيت واتقدح جامد، وهنبدا بقى نحط الفراخ فيه زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ بنحطها في الزيت وهو سخن، وهوريكم لما تطلع الشكل هيبقى عامل ازاي. بصوا يا حبايب قلبي، احنا كده اهو هنطلعها اول الطاسه. تمام. شايفين لونها عامل ازاي؟ شايفين؟ عشان هي لسه فيها خطوات تانية كتير، فهنوريها لكم واحده واحده. شايفين عامله ازاي؟ هنبدا بقى نحط اللي هي تاني طاسه بقى، ولما تخلص هوريها لكم عامله ازاي. بصوا، احنا خلصنا اهي الفراخ، حمرناها وخلصناها كلها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تمام. هندخل بقى في الخطوه اللي بعديها وهوريها لكم برضو. بصوا، احنا جبنا نفس الطاسه ونقصنا منها شويه زيت وخلينا شويه. هنحط بقى فيها ايه؟ فلفل وجزر. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نشوحها على النار لغاية ما يدبل كده شوية، وهوريكم برضه هنعمل ايه. شايفين شوية الزيت بتاع الفراخ؟ ما كده كده احنا هنحط الفراخ عليها فهتدي نفس النفخة. يعني ايه مش حطيناها في الزيت كله، علشان انتوا زي ما انتوا عارفين ان الزيت بيبقى كتير يعني في القلي، فاحنا بقى حطيناه نقصنا شويه وحطينا شويه. هيدبل واوريكم بعد ما يدبل هنعمل ايه الخطوه اللي بعديها. بصوا، احنا كده اهو خلصنا. شوحناه شويه. هو ايه لسه مخلين فيه اللي هي القرمشه بتاعه الجزر، مش مدبلينه قوي. تمام. بصوا لسه اهو، لسه مش بيتداس عليه،
بس هنبدأ بقى نحط ايه الخطوات. هحط كده، هنزل بالصويا صوص. نزلي الصويا صوص اللي هو ده صويا صوص غامق غامق مش فاتح. وهننزل بشوية عسل اسود. تمام كده الصويا صوص والعسل الاسود. وهننزل تاني بشوية كاتشب. شايفين؟ هنحط بقى شوية مية عليهم. بص المية تمام. احنا كده الصويا صوص والكاتشب والعسل الاسود وحطيناهم ميه عليهم. هنبدا بقى ان احنا ننزل بالتوابل. دي اللي هم السبع بهارات توابل اللي هي المختلطه ببعض دي. احنا ايدين ايدين، ايدي وايد اختي. وهنا هننزل بقى بالفلفل الاسود، شويه فلفل اسود بسيط علشان الفراخ بنتبلها طبعا بفلفل اسود. فالفراخ فلفل اسود وملح وبصل وطماطم. وبرده هنحط شويه الملح بسيط. ولو مش عايزه تتبلي الفراخ زي ما قلتلك بده كله، ممكن تتبليها بس بملح وفلفل اسود، التوابل بس. تمام. هنا هستنى لما تاخد غلوه، هحط كده شويه صويا صوص تاني. هستنى لما تاخد غلوه وبعد كده هنزل بالفراخ عليها. الفراخ بقى علشان معموله بالدقيق والنشا، الصوص ده بصوا هو خفيف، الفراخ هتخليه تقيل، هتخليه صوص كده تقيل. يعني احنا عاملين جنبيها رز بالكاري علشان خاطر ايه هنحط من الصوص على الرز. تمام. فانا هوريكم بعد ما تاخد غلوه. بصوا هي ابتدت اهي، بعد ما تاخد غلوه هوريكم لما ننزل بالفراخ. بصوا هي بدات اهي تغلي. تمام. احنا هنسيبها تستوي شويه الجزر والفلفل وبعد كده ننزل بالفراخ. كده انا اهو بدات خلاص الجزر والفلفل يخش على السوا ولونها غمق اهو من التوابل. هنبدا بقى ان احنا ننزل بالفراخ. يلا. تمام. احنا اهو نزلنا بالفراخ كده، نبدا نقلب. كنت بفكر اشتري ستاند علشان الماسكه، بس الماسكه بص كده احلى. انا مش هشتري بقى ستاند. فبص احنا كده بنقلب اهو الفراخ بقى دي اسمها ايه؟ اصدمكم، اسمها فراخ صيني. بس ما تخافوش مش هيجيلكوا كورونا. مش عايزه اقول لكم اسمها من الصبح. كده بقى هنسيبها شويه كده لغايه ما ايه، الصوص يتقل، لغايه ما الصوص يتقل علشان النشا والدقيق هيتقل الصوص زي ما قلت لكم. فهنسيبها كده شويه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي احنا كده خلصنا. يا رب تعجبكم، يا رب ان شاء الله الطريقه تعجبكم. هوريكم بقى في الغرف لما نغرف، هوريكم الشكل النهائي بتاعها يبقى عامل ازاي. بصوا يا حبايب قلبي الشكل النهائي خلاص خلصنا. الرز اللي هو بالكاري وشكل الفراخ الصيني اهي. تمام. شكلها حلو ازاي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، جربوها مش هتندموا باذن الله. يلا بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك دلوقتي ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.